تجربه ضرب تحت الحزام، تجربه مهببه، لكن انا مبسوط اني بعمل التجربه دي. الفيديو ده لو ما حدش شافه فاتك كتير قوي. اسف يا جماعه ان انا كنت بعمل تجربه على كرانك لمده ربع ساعه من غير احمال، والناس قالت لي ده كده اشتغالات وحوارات لان الكرانك لافف طبعا بنقطه زيت وما كانش فيه حمل. انا اسف يا جماعه، حقكم عليا. انا بقى جاي النهارده اوريك التهريج اللي بجد والاشتغالات اللي بجد، ان انا هدور لك العربيه دي لمده 3 دقائق من غير زيت. ولو تابعت بقى الفيديو في الاسوأ والاصعب هوريك كمان هيحصل ايه بعد الدواره. خليك بقى متابع معايا الفيديو ده وهعملها على عربيتي شخصيا، فلما اتكلم عن منتج ابقى واثق 100% ان المنتج لما بيتحط في عربيه بجربه في عربيتي قبل اي حاجه والتجربه العمليه. يلا بينا. اولا ادي الزيت بتاعي القديم اهو، بص الزيت عامل ازاي. ده الزيت القديم اهو، بص اهو، يعني بزيت جديد اهو. بنحط السيراميك في العربيه اللي هو 59 ايه اللي انا جربته لكم من غير احمال. ده انت هتشوف العجب ده. حط السيراميك اهو في العربيه مع الزيت القديم عشان ده منع الاحتكاك، وهندور العربيه عشان مده دقيقه عشان نشوف الزيت يختلط مع السيراميك ويعمل تفاعل هما الاثنين مع بعض. وبعد كده هنبطل وهنفضي الزيت وهسيب العربيه دايره لمده 3 دقائق بدون زيت. واللي هيفجعك اكتر اللي انا هعمله بعد دوره العربيه بعد 3 دقائق. شوف الاقوى اللي هيحصل في العربيه ايه وخليك، دي طبعا هتبقى مفاجاه للناس. دور. بطل كده دقيقه اهي، السيراميك اختلط بالزيت مع الزيت القديم. هنفضي الزيت دلوقتي حالا قدام منك وهنجري الفيديو قدام منك كل حاجه على الطبيعه، وهندور العربيه لمده 3 دقائق بدون زيت. ارفع العربيه. كده هنفضي زيت في عبوه جديده عشان الزيت اللي هينزل هو نفس الزيت اللي بالسيراميك اللي هنحطه بعد ما هنجرب العربيه وهي دايره من غير زيت. مش حاطط زيت جديد. انا جربت باقصى درجه ان انا اجرب السيراميك على الزيت القديم بتاع العربيه اللي هو مشي معايا حوالي 5000 كيلو في العربيه. انا حاطط 10000 فالمفروض انزله على 8 كده. 5000 كيلو على الزيت القديم. وادي الزيت اهو. كده من هنا احنا فضلنا الزيت كله اهو، في زيت في العربيه. عمري ما هدورك في عربيتك، اكيد انت بتشوف انا بجرب في عربيتي الاول. علشان ما حدش يقول لي شغل مونتاج والمكنه فيها زيت واشتغلنا. ادي مقاس الزيت اهو، فاضي زيت خالص، مفيش ولا نقطه زيت اهو. هنبدا نحط مقاس تاني في العربيه اهو عشان برضو ايه كل حاجه على الطبيعه. وهنبدا ندور وهنشوف دلوقتي لمده 3 دقايق. ادي التايمر اهو. دور يا مجد. نروح معاهم كده اوائل واحده واحده. ايوه لمبه الزيت منوره اهي. بصوا يا جماعه كده احنا داخلين على الدقيقه الرابعه، لان احنا عملنا اول دقيقه دواره وادي 3 دقايق، ادي كده 4 دقايق. عند ال4 دقايق وهسمع لكم صوت الموتور كده 4 دقايق اهو بالظبط من غير زيت. وادي الموتور نفس صوت الموتور هو اهو، مفيش اي حاجه اختلفت. كده بقى في بقى تجربه ثانيه ودي هتبقى اقصى تجربه انا شفتها وحد شافها. هطلع بالعربيه دلوقتي من غير زيت، هلف بيها لفه. ازاي يا جدع؟ الله العظيم مالكش حق. ازاي؟ ودي طبعا هتبقى اخطر تجربه، ودي تاكد لك ان لما بنعمل حاجه تبقى تجربه فعليا وباحمال وما عملش العربيه مش دقيقه ونص. وما ينفعش اعملها على اي موتور فيها كستبانات، لان الزيت لما ينقص في الموتور في الكستبانات بالذات هتسمع كستبانات. لكن انا بعملها لك في مكن جي دي اي الكستبانات بتاعتها مصمته عشان ما حدش يقول لك ان العربيه فيها زيت. انا بطلت اقدم منك وهنقيس الزيت مع بعض. تعالى.
طبعا فيها زيت اهي، تمام. طبعا ناشفه زيت اهي، يعني كل ده فيه زيت اهو، كده فيه زيت. نقفل الكبوت قدام منكم كله عشان برضه ما فيهاش فيه لعب في المونتاج. يلا وائل اركب جنبي. لمبة الزيت منوره يا جماعه اهي. بص هنا الساعه في التليفون الساعه 10:35 اهي. هنلف هنشوف هتوصل كام دلوقتي. بص الطريق احنا لافين من اول للف اهو. ماشيين على سرعه 50-60 اهو، ولمبة الزيت منوره والطريق قدام منك اهو. بصوا يا جماعه التجربه دي قاسيه جدا، ولازم كنت اعمل التجربه دي عشان في ناس كتير قالت لك انت بتشتغلنا انت مش عارف ايه. انا بجرب في عربيتي شخصيا عشان لو حصل حاجه انا ابقى متحمل كل حاجه، بس قبل ما بقول لك حاجه لازم اكون مجربها لك ومتاكد لك 100%. ومش معنى كده ان انت تمشي بالعربيه من غير زيت. احنا بنعمل تجربه دلوقتي عشان نوري للناس قد ايه العربيه ممكن تستحمل ماده السيراميك فيها، لكن ما تعملهاش انت عشان انت غلط اللي انت تعملها. احنا بنعملها تجربه، والتجربه دي بتبين لك. وهنروح دلوقتي نسمع الموتور وهنحط الزيت القديم في الموتور تاني، وهنمشي بيها وهنسمع على الصوت تاني بتاع الموتور، وكله دلوقتي لايف قدام منك. كده على سرعه 100 اهي. الطريق قدام منك اهو، هناخده اول ملف تاني، والساعه قدام مننا وصلت 37 اهي في الدقايق، يعني كده دقيقتين. ضرب تحت الحزام دي تجربه، ضرب تحت الحزام. تمشي العربيه من غير زيت يا نهار ابيض. اخدنا ملف، هنلف تاني ورجعنا على المركز تاني اهو. لمبة الزيت منوره والدنيا جميله جميله جميله، يعني تجربه مهببه. لكن انا مبسوط اللي بعمل التجربه دي. ليه بقى؟ علشان الموضوع يبقى يوصل للمصداقيه اللي انا اكلمكم فيها، لان انا بكلمك عن حاجه يبقى المصداقيه 100%. هو شغل جنان، بس انا هموت في الجنان بقى. لمبة الزيت منوره ومفيش صوت، وعلى سرعه كام كده اهو، وداخلين على المركز. وصلت كام كده 39 يعني. احنا دلوقتي بقى لنا كام دقيقه؟ 3 دقايق ماشيين بالعربيه. اوعى النقل، اوعى الجاز، اوعى يا ابني. لمبة الزيت لسه منوره وعربيه ما فيهاش زيت، وهوريك العربيه ما فيهاش زيت دلوقتي ازاي. وادي التاني اهو بيصورنا عشان نثبت اثبات قاطع اهو، واقف بالكاميرا اهو. ابو المجد واقف بالكاميرا اهو، تمام. اثبات اهوت عشان نوريكم ان فعلا كل حاجه مفيش مونتاج، يعني معنى اصح كده كله على الطبيعه. وداخلين على المركز، والعب يا معلم. هالي هوب هالي هوب. ودخلنا ارض الوطن تاني، وفي نفس اللحظه وانا معاكم ادي العربيه دايره، وهنزل افتح لكم الكبوت اهو ونسمع صوت الموتور.
اقسم بالله ما في صوت. المكنه قدام منكم اهي، يعني انتوا دلوقتي المكنه قدام منك اهيت وما فيها اي حاجه. عشان اثبت لك لما اقول لك حاجه، تجربه قطعيه اللي هي تقطع المقطيع اللي عايز يتكلم في المقاطع، ما اعرفش بقى ترجموها انتوا زي ما ترجموها، بس كده دي تجربه جنان. التجربه دي تحت الحزام. وعشان كده كمان هبطل العربيه. وادي العربيه فيها الزيت يا جماعه اهو، العربيه دايره اهي، بص مفيش زيت اهو، في زيت اهو، بص اهو. همسح المقاس تاني وهنبدا نقفل الزيت. بص العربيه دايره، في زيت اهو، العربيه دايره وما فيهاش زيت اهو. يعني كده ماده طبقه الحمايه بتاعت السيراميك عامله شغل جميل جميل جميل. وهنبطل دلوقتي مع بعض، وهوريك دلوقتي هنحط الزيت القديم وهطلع اخد بيها دلوقتي سرعه، وهوريك المكنه ماشيه ازاي. يلا بينا. بطل. هات الزيت، هات القمه، حط الزيت القديم. وادي الزيت القديم هيتحط هو تاني. ده الزيت القديم اللي بالسيراميك، يعني احنا حطينا الزيت بالسيراميك ودورناه لمده دقيقه عشان يتفاعل مع الزيت القديم، وبطلنا ونزلنا الزيت ودورنا العربيه بثلاث دقايق، ومشينا بيها من غير زيت لمده 3 دقايق كمان او 4 دقايق. يعني كده احنا ماشيين باختبار. الاختبار ده او معنى صح التجربه دي مقتل تحت الحزام، عشان نثبت للناس بس الموضوع مش هزار، الموضوع جد. الموضوع ان لما بتكلم عن حاجه بتكلم فيها بثقه لا منتهيه الاحوال بقى. وادي قفلنا غطا الزيت، وادي مقاس الزيت اهوت عشان تشوف على الطبيعه. مقاس الزيت اهو، في زيت اهو، اهو الزيت رجع تاني اهو، تمام. دور يا بني. وادي المكنه دايره تاني اهي. كفايه اللي احنا اكدنا للناس ان فعلا ماده السيراميك مع حمل العربيه وهي واقفه وهي دايره، الله، يعني في حمل في الشوط بتاع الحريق بتاع العربيه واقفه، دي حاجه. تتخيل بقى حمل الموتور نفسه كمان بتجر عربيه، يعني حمل موتور نفسه ماشي وانت بتتحرك بعربيه، ده حاجه تانية بقى. ده كان اسمه جنان بنفسه، وانا بحب الحاجات الجنان دي. فدي كانت تثبت يا جماعه ان انا لما اتكلم عن حاجه في المنتج ده 59 ايه ماده السيراميك فعلا قدام منك، دواره من غير زيت، ماشي من غير زيت، وحاطط لك الزيت القديم. يلا بينا وائل، اركب جنب وائل. كده يا جماعه احنا وصلنا بالسلامه برضو تاني، ورصت العربيه وشفت الار بي ام عاليه لحد فين. وهننزل نسمع صوت الموتور تاني. صوت الموتور قسما بالله ما اتغير صوته. وفي عربيتي صوت اهو نفس الصوت هو. واللي عاوز يتاكد يجي لي المركز يقول لي افتح كبوت عربيتك وسمعني صوت عربيتك، وهفتح له الكبوت وهسمع له الصوت، وهوري له ان الصوت طبيعي بماده السيراميك اللي انا اتكلمت عنها، اللي انا كنت صادق جدا لما عملت التجربه الاولانيه، ان انا كنت بشرح لك حاجه مبدئيا وكان الناس عاوزه بحمل، انا عملتها لك بحمل والعربيه واقفه، وعملتها لك بحمل والعربيه ماشيه. صباح الفل عليكم، باي باي، صباح الفل.